السلام عليكم. خليني أسألك سؤال بسيط في شكله، لكن إجابته مرعبة. إيه الحاجة الوحيدة اللي قدرت تدمر أعظم إمبراطوريات التاريخ من غير حرب، من غير غزو، ومن غير حتى ما العدو يقرب؟ مش سلاح، مش جيش، مش مؤامرة. الحاجة دي كانت جاية من جوه، زي فيروس. بس مش فيروس بيصيب الجسم، فيروس بيصيب الاقتصاد، وبيبدأ ببطء شديد، لدرجة إن محدش بيحس بيه غير لما يكون خلاص فات الأوان. والأغرب إن الفيروس ده ليه نمط ثابت، بيتكرر بنفس الخطوات وبنفس الترتيب وبنفس النهاية تقريبا. روما، إسبانيا، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي، كلهم كانوا في القمة وفجأة اختفوا، مش بسبب قوة أكبر، لكن بسبب حاجة من جواهم. والنهاردة في قوة عالمية واضح جدا إنها ماشية على نفس الطريق خطوة بخطوة. بس قبل ما أقولك مين، لو أنت من الناس اللي بتحب تفهم الصورة الكاملة، مش بس تسمع خبر وتعديه، اعمل اشتراك في أسرار صامتة، علشان اللي جاي مش مجرد معلومات، ده فهم هيخليك تشوف العالم بطريقة مختلفة تماما. خلينا نرجع لأول مرة النمط ده ظهر فيها بوضوح. الإمبراطورية الرومانية، أكثر من 500 سنة سيطرة، جيش مرعب، حضارة متقدمة. لكن السر الحقيقي لقوتها ما كانش السلاح، كان الثقة. الثقة في العملة. الدينار الروماني كان فضة نقية، وزن ثابت، قيمة حقيقية. أي حد يمسكه عارف إنه ماسك قيمة حقيقية في إيده. لكن المشكلة اللي دايما بتبدأ النهاية، إن الإمبراطوريات بتكبر زيادة عن اللازم. كل توسع يساوي مصاريف أكتر، كل حرب يساوي استنزاف أكبر، كل انتصار يساوي التزام جديد، لحد ما توصل للحظة اللي الخزينة فيها تبدأ تفضى. وهنا بيظهر القرار الأخطر في تاريخ أي دولة: نطبع فلوس. في البداية الحل بيبان سهل وعبقري: تزود المعروض، تدفع للجيش، تكمل التوسع، كأنك حليت المشكلة. لكن الحقيقة أنت بس بتأجل الانفجار. نيرون بدأ اللعبة، قلل نسبة الفضة 10% بس، فرق صغير لكن كفاية يفتح الباب. سنة ورا سنة النسبة قلت، والعملات زادت لحد ما وصلنا لمرحلة العملة بقت 95% معدن رخيص ومتغطي بطبقة فضة خفيفة، شكلها نفس الشكل لكن قيمتها اختفت. وهنا حصلت الكارثة الحقيقية: الناس فقدت الثقة، التجار رفضوا البيع، المزارعين رفضوا العملة، والجيش نفسه رفض يقاتل. تخيل، أقوى جيش في العالم وقتها واقف ومش راضي يحارب. ليه؟ علشان مرتبه ملوش قيمة. وفي اللحظة دي روما ما سقطتش بسبب هجوم، روما سقطت لأنها فقدت السيطرة على اقتصادها. ولو أنت مركز فأنت بدأت تشوف أول مرحلة من النمط. بس اللي جاي أخطر بكتير. بعد أكتر من 1000 سنة نفس القصة لكن بشكل مختلف. إسبانيا، بعد اكتشاف الأمريكتين، ثروات ضخمة بدأت تتدفق عليها: فضة، ذهب، بكميات خيالية. جبل واحد بس كان بينتج نص فضة العالم. تخيل الرقم ده. السفن كانت رايحة جاية محملة كنوز، وإسبانيا بقت أغنى دولة في العالم. لكن هنا حصل نفس الخطأ: الفلوس الكتير خدرت الاقتصاد. بدل ما ينتجوا بدأوا يصرفوا. حروب، ترف، استيراد لكل حاجة. ومع الوقت الفلوس بقت كتير جدا وقيمتها بدأت تقل. التضخم انفجر، اللي كان بيتشري بعملة بقى ب10. والأسوأ إن مفيش إنتاج حقيقي، مفيش صناعة، مفيش ابتكار، مجرد فلوس بتدخل وتخرج. ولما الديون زادت الحكومة عملت نفس الحاجة، خفضت قيمة العملة، وفي النهاية أعلنت إفلاسها 4 مرات في أقل من 40 سنة. وده يثبت حاجة مهمة جدا: إن الثروة من غير إنتاج وهم. نروح لبريطانيا، الإمبراطورية اللي الشمس لا تغيب عنها، ربع العالم تحت حكمها. الجنيه الاسترليني كان أقوى عملة في العالم، لكن تحت السطح ديون. الحروب العالمية كانت بتاكل الاقتصاد، كل سنة ديون أكتر، كل حرب ضغط أكبر، لحد ما حصل القرار الأخطر: فك الارتباط بالذهب. في اللحظة دي العملة بقت مجرد ورق، قيمتها جاية من الثقة مش من أصل حقيقي. وبمجرد ما الثقة اهتزت السقوط بدأ، مش مرة واحدة لكن ببطء، لحد ما الإمبراطورية اختفت. الاتحاد السوفيتي نفس السيناريو: قوة عسكرية مرعبة لكن اقتصاد ضعيف، إنفاق ضخم، إنتاج ضعيف، عملة محدش عايزها. ولما الموارد قلت، النظام كله انهار في أقل من 3 سنين. دلوقتي خلينا نبص على الحاضر. أمريكا،
أقوى دولة في العالم. لكن خليني أسألك، هل القوة دي حقيقية ولا مجرد نظام قائم على الثقة؟ أكثر من 750 قاعدة عسكرية، وجود في كل مكان، ميزانية دفاع مرعبة، وفي نفس الوقت طباعة فلوس بمعدلات غير مسبوقة، ديون أكثر من 36 تريليون دولار، فوائد ديون ضخمة جدا، اعتماد على الاستيراد في كل حاجة تقريبا، صناعة بتخرج برا، إنتاج بيقل، ومجتمع منقسم. لو جمعت كل ده هتلاقي نفسك قدام نفس النمط، نفس المراحل بتتكرر خطوة بخطوة. بس أخطر مرحلة هي اللي بدأت دلوقتي، فقدان السيطرة على العملة. الدول بدأت تدور على بدائل، أنظمة دفع جديدة، تجارة بعملات مختلفة، ذهب بيتخزن بكميات ضخمة. العالم بيستعد، مش الانهيار حصل لكن الانهيار متوقع. ولو الدولار فقد مكانته، النتيجة مش هتكون أزمة، دي هتكون إعادة تشكيل للعالم كله. دلوقتي إحنا عند لحظة فاصلة، ثلاث نهايات محتملة: انهيار هادي زي بريطانيا، انهيار فوضوي زي روما، أو نظام عالمي جديد بيتبني دلوقتي. لكن في كل الحالات في حقيقة واحدة: النمط عمره ما بيغلط. ولو وصلت لحد هنا فأنت مش مجرد مشاهد، أنت من القليل اللي فهم. اكتب في التعليقات أنا وصلت، وقولي رأيك. هل إحنا بنشوف بداية النهاية؟ ومتنساش تشترك في أسرار صامتة، علشان اللي جاي مش بس أخطر، ده هيكشف لك الحقيقة اللي محدش بيقولها. سلام.